بجد والله هي اللي عملته تشيلسي في باريس سان جيرمان ده حصل، يعني احنا شفناه بعينينا. اعتقد ان النسبة الاكبر من جمهور الكرة على مستوى العالم، ممكن نقول مثلا بنسبة 80%، اكيد كان متوقع فوز باريس سان جيرمان على تشيلسي، وده لاسباب كتير اهمها ان باريس سان جيرمان من اول البطولة الحقيقة عاملة مجهود وعاملة اداء حرفيا لا غبار عليه. ولكن فكرة ان هم يصطدموا بتشيلسي الحقيقة فكله طبعا كان متوقع ان الكفة راحة لباريس، ولكن تشيلسي اثبتت ان هم رجاله وقد ايه عملوا ماتش عالمي قصاد باريس سان جيرمان. كمان الحقيقه مدرب تشيلسي ماريسكا يعني قدر ان هو يأهل لعيبته ويخلي عندهم اعداد نفسي وبدني رهيب جدا من قبل المباراه، خلى كمان لعيبته ان هم مصدقين نفسهم وان هم يقدروا يفوزوا على باريس سان جيرمان، وان كل التوقعات اللي قبل المباراه او المستوى الرائع اللي بيقدمه باريس مش هياكل مع تشيلسي حرفيا. كمان لما تبص على خط نص تشيلسي، كاسيدو وانزو وجيمس ماسكين نص الملعب وخانقينه بصوره غير طبيعيه، وده اللي خلى نص ملعب باريس سان جيرمان واللي معروفين طبعا ان هم بياكلوا الاخضر واليابس مش قادرين وعاجزين ان هم يعملوا اي حاجه قصاد خط وسط تشيلسي. كمان الجونين اللي حطهم بالمر الحقيقه يعني بيستغل انصاف الفرص وفي كور اصلا ومساحات ضيقه جدا قدر ان هو يسجل بكل برود. كمان حتى لما تروح للشوط الثاني تشيلسي قدر ان هو يوصل لمرمى دوناروما وضيع هدف واتنين، وكل الفرص دي بتكون فرص محققه. يعني اعتقد ان هم لو كان معاهم حظ وتوفيق كانت ممكن النتيجه تكون فضيحه جدا لصالح تشيلسي. كمان الممتع في الماتش الحقيقه ان في افكار ممتعه من مدرب تشيلسي ماريسكا. الافكار دي انت بتشوفها من تنوع اللعب ومن الضغط على منطقه وسط الملعب. كمان بيدي الاطراف بتوع تشيلسي ان هم بيدوا مساحات وبينطلقوا لمرمى دوناروما. وكمان تشيلسي عندهم التزام غير طبيعي في ارض الملعب، وده اللي خلى باريس سان جيرمان مش عارفين يلعبوا كوره خالص. الحقيقه من وجهه نظري شايف ان الماتش ده من امتع الماتشات ممكن يكون لتشيلسي على مدار ال5 سنين اللي فاتت، وتحديدا الشوط الاول ما شفناش تشيلسي بيلعب بنفس التنظيم ونفس الريتم والاداء ده تقريبا. تشيلسي الحقيقه يستحق ان هو يفوز بالنسخه الجديده من كاس العالم للانديه، وقدر ان هو يكسر كل التوقعات اللي كانت بتقول ان باريس سان جيرمان هيكتسح تشيلسي، وده اللي رفع سقف طموح جمهور تشيلسي ان هم يقدروا يعملوا حاجه في الموسم المقبل في البريمير ليج. الف مبروك لكل جمهور تشيلسي وهارد لاك لباريس سان جيرمان.